الله 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 الله، شكرا لك. طبعا إخواني الجزائريين، واحد منكم انسحب والبقية اللي طالبين هذول لهم سوابق في السب، كزنوفا وكستروفا وكنقزوفا، هذول الأسماء المنفرة. هؤلاء اللي انتم طالبين، أنتم لكم سوابق في السب، والنقاش شوفوا ما أجمله وما أروعه. فأنا لما يكون الجو هكذا أنا أستثنيكم حقيقة، إلا لمن أراد أن يطلع يعتقد أنه في الجزائر خصوصيات كما هي هكذا في المغرب. يعني يتفاهموا مع المشرف شوف لي واحد نظيف، الله يرحم لك الوالدين، لا تخدش علينا وقار هذه الجلسة. أنا أسألك بالله أخي المشرف، شوف أنت من تراه، هذاك الذي تهكم على الملك المغرب هو طالب حديث ويطلب يوميا، وأنا قلت له لن يصعد إلى أن يعتذر أو يبين للناس. هذا الذي تشاجر مع ولد العاصمة في يوم من الأيام، كذا كلهم كذا كوزا كذا، كلهم أكواز، كلهم كوزا كوزا كذا كوزا، ما درينا كيف أساميهم هذه. وبقية الجيريان براود هذا هو نوعا ما مؤدب، بس يسب في آخر دقيقة بسيطة، لكن يبقى يعني يؤخذ منه ويرد، يعني تستطيع أن تتفاهم معه. عموما البقية هذول اللي أنتم موجودين، جاسم المهرة رجل وكفى ولد العاصمة، والأخ محمد من الجديدة هذا أكلت معه ملحة وطعام الأخ محمد هناك من الجديدة، أنا أحييه. تستطيع أن تتبادلوا أطراف الحديث، يعني هنا إلى أن أجيب إخوة جزائريين يقولون خصوصياتهم، باعتبار أنكم مغاربة وأصدقاء للمغرب الذي هو أنا يمني والأخ الإماراتي جاسم. تجاذبوا، ليس الضرورة بالدور، يعني تستطيعوا أن تتجاذبوا أطراف الحديث بدون دور، يعني بدون أن ينتظر أحد منكم دوره. تفضل يا أختي المهرة. السلام عليكم ورحمة الله. خويا أسعد، كيف الحال؟ أهلا وسهلا، مرحبا، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ الله يبارك الحمد فيك. لله. تحية طيبة لضيوفك اللي معنا في الجاست واللي في التعليقات. أنا قبل ما نسترسل في حديث الخصوصية أخي أسعد، اسمح لي بغيت نهضر أولا نجاوب ذاك الأخ اللي قال لك هما ليس من شيمهم الغدر، ياك؟ ما عندهمش شي حاجة سميتها الخيانة. إيه. الحكومة المؤقتة كانت اتفقت مع محمد الخامس رحمه الله على انهم غادي يعطيونا الاراضي ديالنا بلا ما يحتاجوا عاد يتفق مع المستعمر. بمجرد ما سالينا شفنا القوالب اللي خرجوا كيديروا لينا، يعني نكرونا في ارضنا وقالوا نحن نستحل ما ورثناه عن الاستعمار. يعني اليس هذا غدرا؟ هذا ماشي اب الغدر، والغدر في ابها. شوفي، أنا أتمنى من المهرة ومن سيتحدثون، باعتبار أن الإخوة الجزائريين لا لا وجود لهم لا اليوم. عندي، لا عندي معلومات اللي خصني ندير حق الرد، لانني سمعت هذاك التدخل والله وقرني. شوفي لا شوفي، بلاتي نقول أنا لك، بلاتي نقول لك واحد النقطه ما شتيهاش اخويا اسعد. اكثر أوكي، من هذه أنا المداخله انه آه سبنا، وانت اعطيتي وعد اللي يسب كيهبط وما من هو ذا هبطتيش منين سب. من الذي سبكم؟ هذاك ايمن سبنا وما سمعتيش. نزل، والله ما ماشي سمعتش، الوقت ما اللي سمعت. نسب نزل. لا ما نزلتيش منين نسب، ما نزلتي حتى قاطع وقاطع ما وقاطع. دريت، ما ما عرفت انه سب، دريتي، والله ما انا قاعد. متاكده ما دريتي، لهذا عندي حق الرد. ما عافاك دري يا، على ماذا عافاك، تردي؟ عندي ستسبي لك عليه؟ معلومات جميله بغيتك ايوه تفتح بس عليها لايف غدا ان شاء الله. الله يرحم باك انت، اخويا اسعد. لحظه، واحد سب، كيف ستردي على واحد سب؟ لا ما كنتش غادي سبي نرد مثله. عليه بالسب، لا ما كنتش غادي نرد عليه بالسب. كنت غنطرح عليه غير سؤال، وهذا هو السؤال اللي غادي نطرح عليك انت باش تفتح عليه شي لايف يكون جميل، لاننا ماشي اهل تخصص يا اخي. خديتي لينا التخصص ديال النفسيه التبونيه، وبالتالي ما كنبدعوش بحالك، واخا نبغيو نهضروا ما غنبدعوش بحالك. هاد الناس اللي كيزايدوا علينا بالتطبيع وكيتهمونا باننا خيانه لفلسطين، اننا طبعنا مع اسرائيل. جمعية البركة يا أخي، الجمعية اللي كتساند أهلنا في غزة، وثقتي الخبر شنو دارت ولا لا؟ ما دارت؟ وثقتي الخبر القنبلة المدوية ولا لا؟ لا والله ما سمعنا، هاتي نورينا. اليوم خرج تسريب ديال مكالمة صوتية بين رئيس مكتب غزة ديال جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني الجزائرية بقطاع غزة مع شادي جنينة المدير التنفيذي احمد زقوت. شنو هو المفاد ديالها؟ ان هاد السيد يا اخي رئيس الجمعيه
كيقايض الفلسطينيات الحرات على شرفهن لمنحهن المساعدة. يا ربي يا اخي ربي يا اسعد، ما ربي يا ربي. تأففش عليا، انا نقله لك خبر ولست صاحبة الفعل المشين. اذا انت عندك دولار تسلا قدو قداش جبهتك وكدير هاد الافعال الشيطانيه، كيف تزايد على المملكه المغربيه الشريفه وتتهمها بانها خانت فلسطين؟ اي الخيانه اعظم، الخيانه السياسيه ام خيانه الشرف؟ هذا نعطيك المعلومات، نحط لك وديوغ راه حاطو حمزه المصري، حاطو بالتفاصيل ديالها كامله، اشياء تقشعر لها الابدان اخي اسعد. المهم انا عطيتك صوره وبحث انت وشوف لايف نأدبوا فيه هاد الشردمه ديال الكذابين، الشردمه ديال المنافقين. هذه خصوصيه الشعب المغربي. شفتي حنا كيخرجوا لنا عينات من غزه كيسبونا، كيخرجوا لنا عينات كيتجاوزوا علينا، وابدا ابدا ابدا لم ولن نتجرأ عن فعل مثيل. شتي الخصوصيه طيب المغربيه كي دايره؟ ايوه، لا اريدك انت كخصوصيه مغربيه تعطيني بعض الخصوصيات. انت نعم بماذا انا غنعطيك، تفتخرين انا انت؟ غنعطيك تتشبع ان شاء الله. لا، لحظه، بماذا تفتخرين؟ يعني لو تفاخرتي علي انا والاخ الاماراتي هذا وقلت انا لدي ما ليس لديكم، ما هو الشيء انا الذي لدي ان كل ملوكي وبدون استثناء كلهم فقهاء، كلهم علماء، كلهم حكموا المغرب بالشريعه الاسلاميه وبالادله. دخل السيره الذاتيه لاي ملك من هؤلاء الملوك وغتشوف السيره يعني العطيره. انتم الان تحكمون بالشريعه الاسلاميه؟ نعم. شوف انت يا اخي كطرح اسئله قبيله من حقك، ولكن كتنسى بانه لكل قاعده شواذ، والقواعد لا تبنى على الشواذ منها. عندنا الافاقين، عندنا الفساد، عندنا المرضى، ولكن حتى هما فيهم امتياز. هادو يكون سكران ويطيح الارض يقول يا الله عفو عليا، يا الله كي بغيتي هذا يكون. هذا سكايري خبايطي، هذا مول القصاير. ومنين نسمع نهبي اللي هو الوزير العدل الوهبي، منين نسمعوا دار هذيك الخرجه، خرجوا السكايريه يعني ديالنا قبل ما يخرجوا فقهاء يا اخي، استنكروا. لا يا مهرة، ولد العاصمة أنا سألته حول هذا الموضوع، الحكم بالشريعة، وقال مجازا، أنتم دولة إسلامية مجازا وليس على الواقع حقيقة. يعني ما فيش على الواقع حقيقة، ما مجازا يقول هذه لأنه اللي قالها هو موجود ولد العاصمة، مجازا احنا دولة إسلامية مجازا، لأنه سنحاكمكم على الواقع. أي إسلامي، أي دولة إسلامية في الواقع أشياء، يعني في بيع خمور، في ربا، في كل شيء. اسمح لي يا اخي اسعد، اسمح لي. دولتنا واش عندنا حنايا فقط المسلمين من اصحاب العقيده ديال الاسلام؟ اذا طيب، اذا لا تصنف اسلاميه؟ لا، دولة إسلامية بغيتي ولا كرهتي، بأسس إسلامية بمناهج إسلامية. حتى الخارج عن هذه القاعدة يعتبر مجرما أو يعاقب من طرف الشعب. شوف أخي أسعد، أنت حر في العقيدة ديالك، كن ملحد، كن لا ديني، كن كما شئت، لكن ليس من حقك أن تجاهر بعقيدتك أو تدعو إليها. هذا راه ممنوع عليك منعا باتا. أما بالنسبة للمغرب كبلد سياحي وكبلد عنده أهل الذمة من من اليهود على الأقل، حتى المسيحيين غيكونوا قلال جدا، فهادو ناس بما أننا مملكة ديمقراطية، هادو ناس من حقهم ما يتمنعوش من أي حاجة هما عندهم الرغبة فيها. وحتى من المسلمين من كيتبعوا هذيك المشاكل، راه عندنا واحد الدائرة وعندنا يعني السجن للناس اللي كدير السكر العلني وكدير الفوضى. راه عندنا هاد القضية. اللهم اذا كنت سكران وحاضي حوايجك وما درتي لا فوضى لا والو، حتى هذه كتميز بها الشعب المغربي والمملكة المغربية. سكران. طيب الاخ المشرف انتبه للتعليقات.
انتبه للتعليقات، دق امهم كتم، اكتم ابوهم، خلوهم ما عاد يقدروا يتنفسوا نهائيا. اللي يقلوا ادبهم في اللايكات في ومن التعليقات اضربهم. من آه الخصوصيات الجميله للشعب المغربي ايضا يا اخي، فايته قلتها لك واليوم غادي نعاودها لك. ما كايناش شي دار كتبدخ وكتزل العطاء في الصالون المغربي لاستقبال الضيوف الا المملكه المغربيه والشعب المغربي. صح صح صح. الان الركن من المنزل هو الصالون. صح صح صح. هذه لا ينافسكم فيها احد يا مغاربه صراحه. نزيدك يا اخي، ما كايناش شي دار كتشري الاغطيه بالعشرات والمئات وكيبقاو جدادين ومحفوظين في الميكات ديالهم وما يستعملوش الا اذا جا الضيف. فقط الضيف اللي عنده حق هذا الاستعمال هذوك الاغطيه. ما كايناش شي دار في العالم، ها انت وانا نتحداك جيب لي شي دار كتشري الاغطيه وكتوفر وكتنقص من مال ولادها باش تغطي الضيف وباش تطعم الضيف. ابدا الله ابدا. الله 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 الله. البيت المغربي اسره فقيره اخي اسعد يقدروا يكونوا كيعيشوا غير على الخبز واتاي والزيتون ولا الخبز واتاي والزيت. ملي كيجي عندها الضيف بحالها بحال الاسر الغنيه تحط له بسطيله واللحم بالبرقوق والدجاج محمر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله 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 الله. هذه خصوصيه مغربيه لن تجديها غير عند اهل المغرب. ما كاينش شي شعب اظن انه مضروبه فيه الجدر وما عندوش، ومنين يجي عنده الضيف يكون براني يعطيه تكشيطه مغربيه ولا جلابه مغربيه ولا بلغه مغربيه ابسط ما يكون، تذكار يديه معاه هكا صينيه هكا لكن طاجين. طيب اسالك سؤالا، هل هذا الكرم يعني للبراني فقط لغير المغربي ام بين المغاربه بينهم البين يعني كمغاربه؟ بين المغاربه والله حتى بين المغاربه. اسمع لي يا اخي اسعد، عندنا واحد الشيء شي حاجه سميتها بيت النعاس، شي حاجه خصوصيه. بيت النعاس يعني غرفه النوم كتسمى واحد الحاجه خصوصيه فقط في المغرب. ملي كيجي الضيف الا عنده الضيق يقدر يدخلو ينعسو بيت النعاس ديالو، وفقط في المغرب. كيقول لك الا جيتي لابس لبسك الرسمي وشدوك يعني منعوك انك تنسحب ويقولوا لك سير الماريو هز بيجامه اللي تجي قدك. ما عندناش خصوصيه، ما عندناش خصوصيه مع الحباب، ما كاينش خصوصيه مع الاقارب من القلب. اللي قريب من القلب راه ما معاش خصوصيه، هذا عائله. حنا كنعملوا الناس. انت تتكلمي وانا عايشت هذا الجو، انا عايشت لذلك انا تتكلمي. ما نكذبوش عليك اخي اسعد، باش تعرف اننا والله حنا دابا في الغربه ومن السيئات اللي كتجر علينا الويلات اننا واخا في الغربه باقيين عايشين بهذاك الطابع وكنلقاو عليه مشاكل احيانا. طيب هناك بعض المغاربه يرى انكم تبالغون في اكرام البراني، يعني زياده عن اللزوم، تعطوا اهميه اكبر من اللازم. اخي اسعد راه نقول لك عاوتاني هذه من الميزات ومن الطبائع ديال المغاربه اننا عاطفيين، سواء في الكره سواء في الحب سواء في الايجابي سواء في السلبي. احنا عاطفيين الى الابعد، عندنا غلو في كل شيء. الا حبينا شي حد كنحبوه لدرجه العباده استغفر الله، وإلا كرهنا شي حد اسمع اخي اسعد نعطيك واحد المفارقه ربما حتى هي كتميز المغاربه. شوف راه بكثره ما كنخدموا الناس وبكثره مثلا طاحت لك شي حاجه والله ما نخليك تحني تهزها، ولو انني نكون كبر منك غنحني وغنهزها قبل منك وغنمدها لك. غادي نحاول نهزك فوق كتافي لدرجه انني كون لقيت نهزك فوق راسي ما نخليكش تمشى في الارض. لكن الا مشيتي حتى غلطتي معايا يا اخي اسعد يا ويلك ويا سواد ليلك. بحيث اللي شاف هذاك المغربي كيحزر واللي شافو حنين واللي شافو يعني خادوم يظن بانه مدلول، ولكن ملي كيطالع على الجانب الاخر من الشخصيه ديالو راه كيتصدم، تيقول هاد العافيه كلها وهاد القوه كلها وكيفاش قبيله كان كيحزر. حنا ماشي كنحزروا، حنا بصح كنمشيو بمبدا التقوى، بمبدا السماح، بمبدا الغفران وكننساو. ولكن ان عدتم عدنا،
راه الانتقام قال لك اياكم وغضب الحليم. المغاربه حلماء اخي اسعد، المغاربه الله الله حلماء. الله 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 يكفينا شرك انت اذا غضبتي يا لطيف. يا يا لطيف منك اذا غضبتي. اذا رجل وكفى عندهم تعليق ولا نذهب الاخ محمد ثم احلام. تفضل هل ولد يمكن العاصمة. تعليق لي يا أسد؟ اي تفضلوا. طيب أنا عندي لك سؤال. اي تفضل. هل الخلافة العثمانية كانت خلافة إسلامية؟ شوف يا ولد العاصمة. لا لا لا، انا أنا سألزمك لا بما لا شوف. سألت. أنت نقلت كلامي، الآن تجيبني، ما تستعني مع الأسلوب الجزائري. لا هل لا لا الخلافة لا لا العثمانية كانت لا, لا. إسلامية أم لا؟ هل موضوعنا اليوم الخلافة العثمانية؟ لا، أنا الآن خلاص. أعطيك مثال. لا 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 لا، أنا موضوعنا ليس هل المغرب دولة إسلامية، لكنك أعدت ذكر كلامي، فأنا لابد أن أرد عليك في هذه النقطة. إذا سؤالي لك، لا يعني تتحرج، قصدك. أجبني لا مباشرة. عرفت. أنا عرفت سؤالك وسأجيبك قبل أن تكمل السؤال. أنا هات. أفهم هو يطار على خلفية إسلامية مجازا. صح؟ أنت تريد لا لا، توصل لهذه. أجبني أنت تريد توصل لهذه مجازا. يعني أجبني. ايش اجيبك؟ ماذا تريد انت اقول لك؟ هذا أسلوب الجزائري ما تستعمله معي. ماذا تريد هل انت؟ ماذا؟ هل قل لي ماذا تريد الخلافة، وانا اعطيه لك. اي أنت سميت الدولة العثمانية بالخلافة، الخلافه اي نعم. هل هي خلافة إسلامية أم خلافة علمانية؟ اسلاميه. خلافة إسلامية. ما اي كانت تباع الخمور وما كانت تدور الدعارة في الدولة العثمانية؟ موجود. إذا لماذا سميتها إسلامية إذا؟ ومن قال لك اسلاميه؟ انهم ملائكه، بشر في الاخير، بشر لابد من لا خمر لا، ولابد من كل شيء. نتكلم عن نظام دولة، ما نتكلم عن ما يفعل الناس. يا اخي الاخطاء وجدت حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل وجد النبي الخمر صلى الله عليه وسلم ووجد كان لا لا لا، انتظر. ووجد تتكلم عن الزنا الأشخاص. انتظر يا أسعد. هل تعرف انت الخلاف قصه يا أسعد انتظر. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نميز بين شخص وقع في الأخطاء وهذا وارد، وبين أن آه. الدولة تنظم شيئا محرما بقوانين وتفرض عليه غرامات مثل الزنا والربا وإلى غير ذلك. متى حدث ذلك في الخلافه العثمانيه؟ لا يوجد هذا في الخلافة العثمانية. ابدا. أتح... طيب هذا تحدي لك، أنا سأفتح معك. اختار اليوم الذي تريده. لا انا نقاشا فاتح عندي 5 لايفات على. شوف لا لا شوف لا شوف شوف, لا، شوف. أتيك بالأدلة بأن الخلافة العثمانية كانت فيها حتى دور للغلمان، ليس دور للنساء فقط. شوف في انا عدة دول، اولا. اسمعني طيب اسمعني، انت في عدة دول، وكانت الخمور وكانت سرقة الأموال من الناس وجبيها وإرسالها إلى إسطنبول. هذا كله يتنافى مع مفهوم الدولة الإسلامية، ورغم ذلك تقول عنها خلافة. وحينما اي صح. تكلمت عن المغرب لم تعجبك كلمة أنها دولة إسلامية. لا مش ما عجبتنيش. انا اتمنى لكني انا ما اقدرش اسمع منك المصطلح وابلعه. انا لازم اسال. لا، حتى انت الدولة العثمانية دولة إسلامية اصطلاحا، ليست دولة إسلامية طيب حقيقة. اوكي. صل على النبي. شوف انا اولا انا ابشركم. الدوله العثمانيه سنفرد لها 5 لايفات ولها ضيوف خاصين يعني مختصين ضد ومع، عشان تكتمل الصورة. لأنه أنا أرى المغاربة من باب الحرب الإعلامية مع الجزائريين يشوهون الخلافة العثمانية. وجد بعض السلاطين فاسدين، نعم، مثل سليم الأول في مصر كان فاسدا وربما سمح بالغناء وسمح. لكن أنتم عندما مثلا على الأقل الآن ولد العاصمة تحدث عن الخلافة العثمانية، واقع مقارنة يعني. اذكر سليمان القانوني الذي سن قوانين الدنيا يومها، اذكر محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية يومها، اذكر عثمان المؤسس، اذكر لهم مناقبهم. أنا وريتك صورة يا جماعة. عندنا في اليمن لم يدخل القطار عندنا، وحصلت سيول في مدينة الحديدة، فكشفت عن سكة حديد كان العثمانيون قد فعلوها من اسطنبول إلى مكة. كان المسلم يمشي من اسطنبول لا حدود ولا سدود ولا فيزا ولا لهم أشياء، يعني لهم أخطاء، نعم لهم أخطاء، وفي من سلاطينهم من أفسد، لكنكم يا أخي تصورونهم في الجزائر تصوير فظيع، غير تصوير صحيح. مخيف.
أسعد تصوير. حينما تتكلم عن الإمبراطورية المغربية، لماذا لم تذكر أنها هي من أدخلت الإسلام إلى إفريقيا؟ لماذا لا تذكر أن هي من أدخلت الإسلام إلى الأندلس وقادت الفتوحات الإسلامية أيضا؟ احنا اذا خضنا في هذا الموضوع نعم لها أخطاؤها طبعا، لكن كتبقى دولة إسلامية. لكن أريد أن أنبهك على شيء مهم جدا يا أسعد، فرق كبير بين الدول التي دخلتها الخلاف أو ما يسمى الاحتلال العثماني وحكمت فيها وعينت فيها يعني بايات من البلد، وبين دولة وهي جارتنا الجزائر التي دخلها القراصنة وباعوها للسلطان العثماني واستعملها كأرض يجلب منها الأموال والجبايات ورؤوس الغنم. لا بالأدلة. أنتم أنا أيوة أنا لا في تضخيم الموضوع، لكن عندما أنتم تهاجمون الجزائريين يا مغا الأتراك زنوا الأتراك يعني أنتم هكذا تسبون الشام واليمن والجزيرة، كلنا حكمون الأتراك كلنا حكمون أين السبب؟ يعني إذا لحظة يا رجل وكفى، أنا أريد أوصل لولد العاصمة هذه. يعني إذا أنت تعتقد أن الأتراك فعلوا أخي، إذا أنت تعتقد أن الأتراك فعلوا بالجزائريين هكذا فهم فعلوا هكذا بأمة الإسلام كلها ما عدا أنتم تقريبا والذي ما وصلوكم. نحن أمة دليل، وأنا لست بمدعي، وأنا أتكلم عندي عشرات المراجع لو تريد النقاش فيها. أما أنك تنفي كل هذا فقط بهوى أو برغبة فيك لتجميل، نعم الدولة العثمانية لها ما لها وعليها ما عليها، هذا لا نختلف فيه طبعا. لها أعمال جيدة ولا يستطيع إنسان أن ينكرها، ولها أعمال يعني صراحة لا تشرف المسلمين، لكن نوع من الإنصاف. أنا أتكلم عن ما وقع في الجزائر. أنت تقول لي خلافة إسلامية، هم جاءوا للجزائر وجدوا التومي يحكم وهذا مسلم، قتلوه في الحمام يا رجل. هل هذه من أعمال الخلافة؟ أجيبني الآن. دولة إسلامية تدخل إلى دولة وتقتل حاكمها في المرحاض ويغدرون بالسلطان المغربي ويقطعون رأسه ويعلقونه على الباب في إسطنبول. طيب أي خلافة يا رجل؟ إذا أنا مجهز لللايفات حق الخلافة العثمانية. أنت في الزاوية أنت الآن محصور. لا أنت الآن تريد تسحب أنت الآن تريد تسحب أن الدولة الإسلامية في المغرب مجازا. اسحبها ووضحها. لا أسحبها. الدول الإسلامية اليوم جميعها من حتى من الدولة العثمانية إلى يومنا هذا لا تحكم بشريعة الله كما أنزلت، هي دول مدنية فيها كثير من الشرائع الإسلامية، هذا هو الواقع. طيب. صافي تمام. رجل نكبة. تحية مرة أخرى أخي أسعد. الإخوة الكرام، أنت حين تقول المغاربة أنت تظلم. أنا مثلا يعني التيك توك مش المغاربة كلهم. أنا أختلف مع الأخ سعد في هذه النقطة، وهو يعرف هذا وسبق وتكلمنا فيه. أنا حديثي سياسي مش بالنوايا. ما معنى سياسي؟ كانت هناك قوة سياسية حاكمة مقرها إسطنبول باسم الخلافة الإسلامية. هل كانت في ذاتها إسلامية أم لا؟ لا يهمني الشق السياسي، أنها كانت قائمة وأنها سقطت بنهاية الحرب العالمية الأولى حين سميت بالرجل المريض، وكانت حليفة للإمبراطورية أوسترو أونغرواز يعني النمساوية الهنغارية، وسقطت بسقوطها. هذه لا شك فيه، هذه مسألة بالنسبة لي حقيقة سياسية. هل هي كانت إسلامية أم لا؟ إذا ذهبنا إلى هذا النقاش سنسأل هل العباسية كانت إسلامية؟ وهل الأموية كانت إسلامية؟ وهل حتى زمن الرسول، ولا أريد أن أدخل في هذا، كان هناك باعة خمر في الحانات؟ وهذا يجرني إلى المغرب. ليس لأنه في المغرب هناك أناس الله يتوب عليهم، تنقولوا احنا في المغرب مثل الله يعفو عليه، ليس لأن هناك أناس والعياذ بالله يعاقرون الخمر فإن هذا كاف لأن نخرجهم من الإسلام، بل وأن نقول إن هذا البلد لا يصح عليه اسم إسلام. لا والله ظلم، حتى بالمعنى الإسلامي هذا لا يجوز. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله.
هؤلاء قوم يا رجل رفعوا اسم الله في شعارهم باعتباره أول اسم. هل بعد هذا الدليل دليل؟ إلا أن نبحث في قلوب الناس. أريد أن أقول شيء أختم به. كانت هناك في اعتقادي خلافة عثمانية لا شك فيه، لكن الذي ينبغي أن تفهمه أنت يا أسعد، أنا أفهم هذا حين تقول وأحترم وأعرف أن الخلافة العثمانية كانت من الحجاز إلى الجزائر ولا مشكلة عندي، إلا من أراد مشكلة معي حينها نفصل، أما مبدئيا لا خلاف. لكن يا أسعد، إن قلت هذا الكلام ينبغي أن تفهم كلمة أخرى، أننا نحن لم تدخل عندنا هذه الخلافة، وأننا نحن أقمنا بالموازاة معها. خلافة أخرى أي إمبراطورية أخرى. أيوة أرجوك صحيح. الله يعطيك الخير. أنا أؤمن بذلك. الله يعطيك الخير. أنا عندما أنا لحظة دقيقة في هذه. أنا عندما تحدثت يوما عن لماذا لفظت المملكة المغربية الخلافة العثمانية ولماذا لم تدخلها، قلت في معرض كلامي لأنها إمبراطورية موازية أصلا. أنتم تذهبون إلى البلدان المشاعة التي مهددة بالاستعمار كالجزائر كالجزيرة كاليمن كبقية الدول، أما المغرب ففيها كيان وإمبراطورية عريقة ضاربة في التاريخ. وهنا ينبغي أن أقول جملة يا أخي، هناك ظلم عندنا كل المؤرخين الذين في هذه المنطقة تجاه المغرب، فيقولون مثلا الخلافة العثمانية ويعممون. لا يا أخي، قل الخلافة العثمانية وقل على الأقل بلاد المغرب، على الأقل أن بلاد المغرب وفي فترة كانت الأندلس، طبعا إفريقيا كانت ممتدة إلى نهر السنغال، هذه لم تدخلها الخلافة العثمانية لأننا نحن هذا أمر يخصنا رأينا أن يعتلينا رجل من آل البيت وأن يكون علاقتنا به علاقة سليمة بوفق الفقه المالكي، ارتضيناه وارتضينا أجداده وارتضونا وحافظنا على خصوصيتنا، وهذا لا يقدح بشيء في أن أناسا آخرين عندهم وضع خاص أو أنهم كانوا تحت الخلافة العثمانية أو لا. إنما لا ينبغي أن نقول إما أنك مع العثمانية أو لا توجد أو العكس، لا أحد. الإنصاف فقط، إنصاف فقط، نطالب بالإنصاف. لحظة يا أختي المهرة، دقيقة واحدة، دقيقة. أصبر دقيقة. أنا واجب جملة يا أسعد. أنا شخصيا ولو باسمي الخاص أنا لا أنقص من أي بلد كان تحت الخلافة العثمانية مطلقا، ولكن نحن لم نكن، فقط هذا ما ينبغي أن يقال. تحياتي. نعم، أنا مثلا كيمني، ولو أننا مثلا أجدادنا طردوا الأتراك، أنا لا أدري لماذا طردوهم. عندنا مقابر في اليمن الأتراك، تقريبا ما في مدينة في اليمن إلا وتجد فيها مقبرة للأتراك. أنا أذكر كانت ساحة في قريتنا، والله ساحة كذا مفتوحة ما لم يبنى فيها شيء، ويقول لنا كبار السن، يقول لك هنا دقينا الأتراك، كان يقول هنا دقينا هنا دارت معركة. فلما يعني قرأنا تم التحريض عليهم، رغم أنهم المنصفين للخلافة العثمانية في اليمن يقولون لولا العثمانيون لكنا نحن في جزيرة العرب على الأقل شيعة، لأنهم هم حافظونا، لأن إحنا أرض عبور. يعني الإسلام مثلكم، أنتم كذا إمبراطورية مصانع، عندكم ممالك. عندنا الفرس مروا والأحباش مروا والأيوبيون مروا، 20 دولة مرت من الجزيرة، والبويهيين مروا، والقرامطة مروا، والدول الشيعية كلها مرت من عندنا. فلم يكن يحمينا من هذا إلا الفكر الذي كانت تحميه الخلافة الإسلامية، هو الإنصاف فقط كما قلنا. تفضل يا أختي المهرة، ثم محمد، ثم فليتوكس. أخويا عندي يا أخواني دقيقة، أنا الأخوة الذين بنطلعهم يسقطوا. يا أخواني، أخينا كونغستر الجزائري، أخينا الشمالي المغربي، أنا طلعتكم يا أخي ولاقيكم نازلين في شيء في اللايف اليوم، في حاجة في اللايف تريدوا تشوفوا لكم حل، شفتوا لكم حل، ما لا هذا بوادر السقوط، يعني ربما سيسقط. تفضل يا أختي. خويا أسعد، أنا نعطيك واحد الخصوصية جميلة عندنا حنا فقط في المغرب، اكتشفتها حوالي واحد الشهر عاد اكتشفتها أنا براسي. كنفيق بها وكنعس بها وكنحضر بها في الأعراس وفي المسرات، وأول مرة كنلاحظها.
ما هي؟ مثلا اسمع اخي اسعد، مثلا شكون اللي عنده حق البيعه في الخلافه؟ الرجال فقط، كاينه ولا لا؟ النساء لا. المرأة لا تبايع. لا، المراه ما عندهاش حق المبايعه. في البيعه راك عارف، في القضاء وهذا كاين الرجال، وفي الفقه الرجال، حتى في البيعه، فهمتي؟ مثلا حنا في العراس كنقولوا السلام على رسول الله، الى جاه سيدنا محمد، الله مع الجاه العالي. هذا هي الفرحه ديال النساء، كتصلي على النبي. اوكي، شوف الرجال، شوف الفرق بيننا وبين الرجال. كيقولوا العاشق في النبي صليوا عليه، اللهم صل عليك رسول الله، جاه النبي عظيم، الجنة للصابرين، حنا بعدا سالمين، ماشي من القوم الكافرين، سيدي بن سيدي مولاي إدريس وبايع سيدي بايع. البيعه الاولى ديال مولاي ادريس باقي كنقولوها الى يومنا لو هذا. سمحتي يا المرأة، عيدي هذا الهزوجة هذا، عيديها. العاشق في النبي صليوا عليه، اللهم صل عليك رسول الله، جاه النبي عظيم، الجنة للصابرين، حنا بعدا سالمين، ماشي من القوم الكافرين، سيدي بن سيدي مولاي إدريس. كيردوا عليه وبايع سيدي بايع وتنطلق الزغاريد. تخيل بيعة المولى إدريس باقة حاضرة معنا إلى يومنا هذا. تخيل أخي أسعد، أكثر من هذا الناس اللي كيسبونا وكيقول لك حنا لا دين لنا لذلك رفضنا الخلافة العثمانية. حنايا من عهد الأدارسة قبل من الدخول العثماني، وحنا كنقولوا حنا بعدا سالمين وكنتبرؤوا من الكافرين. تخيل يا أخي أسعد، هذا التاريخ الشفهي، هذا التاريخ يعني الشعبي، هذا كيحمينا من كل سب ومن كل قذف. طيب، ماذا عن خصوصيتكم في الأمثال والحكم؟ يعني لكم حكم مغربية كذا ما شاء الله تتداولونها دائما بكثرة عندكم في المجتمع المغربي. عندنا الأمثال يا أخي، ومن غرائب الصدف أيضا في هذا الباب أننا خنشلنا وكيتقالوا الأمثلة ديالنا وبالوا يزيدون علينا أنها ديالهم حتى هي، مع أنها راكبة مع أحداث، مثلا أحداث يعني سياسية ولا أحداث يعني شعبية خاصة بنا. يعني إيش نقول لك أخي أسعد؟ هل لديك مثال يحضرك الآن في ذهنك؟ مثال لحظة. أيوة، ذكرت أسألك أنت ورجل وكفى والكل والحاضرين. ما علاقتكم أنتم بالخبز؟ دائما الخبز تضربون به أمثال كثيرة في الخبز. لا أدري ما علاقة الإنسان المغربي بالخبز. يعني لماذا الخبز دائما يقول لك لكبرت خبزته ماتت جدته، أو بمعنى دائما تقحمون الخبز في الموضوع. نقول لك علاش. شنو هو الوسيلة الوحيدة باش تقدر تستمر في الحياة؟ الخبز. الحروب على الخبز، التطاحنات الدولية، الخبز. راه الخبز هو علاش كنقولوا مثلا حنا مثلا استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. هذا مثلا. أيوة. حنا اش كنقولوا؟ خبز تحت باطي، ما سمح حد عياطي. ايوه لحظه انا اموت في الامثال المغربيه. يعني دائما تقحم الخبزه في الموضوع. زيدي لي امثله لها علاقه بالخبز، زيدي. هذه كيف خبزتي تحت باطي، ما سمح حد عياطي. يعني خبز رزقي، الا كان عندي الرزق نسترو، يعني النهار اللي نبغيه ما غنخرجش نتسلف ولا نخرج نمد يدي للغير. خبزي دائما رزقي نسترو ونخليه لدواير الزمان. خبزتي تحت باطي، ما سمح حد عياطي. يعني هذا نكاية على السرية، أنكم في سرية تامة، يعني ما حدا سمع لكم. حتى باش ما تشوكش العين الخبيثة في الرزق ديالك، السرية. ومن باب يعني أيوة. زيدي مثال فيها الخبز لو سمحتي. زيدوا لي أمثلة فيها الخبز.
قال لك ملي كتدعي معاك مثلا، انا امي لاله الله يرحمها، كنت ملي كندير شي حاجه زوينه كتقول لي سيره بنتي الله يعطيك شي خبزه ما عجنوها يدين ما شافوها عينين. يا سلام يا يعني سلام. هذيك الخبزه رزق من عند الله، لا عند البشر عليا فضل فيها، ولا يشوف ليا فيها شي حد والعين حق، فهمتي؟ يعني الله يعطيك شي خبزه ما عجنوها يدين ما شافوها عينين، يعني من باب انها رزق من عند الله ما تسبب لك فيه حتى بشر. هل باقي أمثلة لها علاقة بالخبز؟ كثيرا، نخلي الاخوان ديالي باش ما نحتكرش المداخله. أنا جالي. طيب أوكي، أشكرك، شكرا لك. جوعتيني من ذكر الخبز. أخي محمد، تفضل أخي محمد. تفضل يا رجل وكفى، تفضل. السلام عليكم أخي فقط فقط إشارة بسيطة يا أسعد. الخبز لا يقصد به الخبز حصرا، أنت تعرف هذا. الخبز يقصد به الرزق والاشتراك في بحل الملح، يعني المشترك يقصد به الرزق والطعام والرضا الإلهي والاجتماع الأسري. وبالمناسبة هذه ماشي خصوصية لأهل المغرب، هذه عند البحر الأبيض المتوسط كله، بحيث في فرنسا كذلك هناك تمجيد للخبز، gagner son pain، arriver à assurer son pain، موجودة حتى عند المصريين تسموها العيش، أكل عيشي وما إليه. وأنا عرفت لماذا أنت تسأل عن الخبز، لأنه في المنطقة البعيدة عنا في محل الخبز هناك الأرز، هناك الأرز هو المهم. العيش والأرز. مثلا المغاربة أنت لاحظتي ملاحظة، الأرز ما عندهمش مهم جدا في الطعام. أي نعم. هناك القمح عند المغرب. تعرف عند المغاربة واحد المسألة لا يعرفها الناس، والله من أجمل ما يكون. تعرف أن الفلاح المغربي، شوف هذه شحال جميلة يا أسعد، فيها الشعر وفيها الأخلاق وفيها الدين. لما يريد أن يدخل لحقل قمحه ينزع الحذاء. هذه موجودة في البوادي. لا يعفس نعمة الله، هذه موجودة في البوادي. الله ينزع الحذاء. يعني الفلاحين المغاربة طبعا ينزع الحذاء قبل أن يدخل لحقل القمح. الخبز ما هوش دلالة على هذا الخبز الذي نأكل، بل لرمزيته. هناك مشترك، هناك الرزق الإلهي، لأن الناس بكري كانوا فقراء، أغلب طعامهم هو خبز وربما شيء من الإدام بما توفر، يا زيت يا عسل يا لا شيء يا زبدة. لكن الإلحاح على الخبز هو إلحاح على الرضا وعلى شكر الله وعلى الرضا بالرزق وعلى تتمينه ومحبة من يقاسمك الرزق. هذه في قيم المغاربة، لهذا هم يلحون على التذكير بالخبز. مثلا حتى إذا ظلمك أحد تقول له أما تتذكر، حتى المصريين بيقولوها وحتى الليبيين أنا متأكد، حتى أما تتذكر الخبز الذي تقاسمناه. هو دليل على أن شيء من الرضا والتشفع إلى الله بما يرزقنا به. وهذه من الخصائص الراقية الأخلاق المغربية والأخلاق الإسلامية عموما، والأخلاق ديال هاد الناس اللي في هذه المنطقة. وربما أنت شفتيها، مثلا المغاربة ما تيلوحوش الخبز مع الزبل، مستحيل والله، حتى ولو كانوا ملاحدة والعياذ بالله، مستحيل يلوحوا الخبز. وممكن الإخوة المغاربة يأكدوا كلامي، يستحيل أن تضع بقايا الخبز. أخويا رجل وكفى كتبوسو وتحيد، تجمعوا تحطوا في الجنب، تبوسوا تحطوا في الجانب، لأنه الرزق. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. مستحيل تلوحوا مع الزبالة. شوف ولو يكون ملحد، شوف ولو يكون سدرة منتهى الإلحاد لما تأتي للخبز مستحيل يلوحوا في يعني ممكن يعطي للطيور للبهائم مثلا اذا زاد عن الحاجه، او يضعوا. تعرف انت لما تجي، عفوا على الاطاله، لما تجي لهذه المحلات وضع النفايات في المغرب تجد مكانا للنفايات وقربها اما كرتونه اما شي خنشه يوضع فيها للخبز.
وهذه يا دليل على الله يا الله يا الله. توقير مغامر شوف هذه من الخصوصيات المغربية التي لم أكن أعلمها والله العظيم، أن الخبز لا يرمى مع نفايات الأكل أبدا. أبدا. وقلت لك إن الرجل حين يريد أن يلج إلى بيدره من القمح ينزع حذاءه. هذه واحدة يا تكفي. وي يا تحياتي يا أخي. سلام يا سلام. هذه عافاك اخويا اسعد. حتى في المدح كنمدحوا بالخبز وفي الدم كندموا بالخبز. مثلا كنقولوا أيوة. شي واحد طيب كنقولوا خبز ربي في طبقه، ومني كيكون غبي كنقولوا ضعانه، والضعانه هي البابه ديال الخبز، يعني غبي يعني من التي لا تلصق في تنفع، لان التنور. الاغلبيه كيحيدوا هذيك الضعانه، يعني الاغلبيه كيحيدوا هذيك البابه، يعني غير نافع، يعني كنقولوا ضعانه يعني وجودك بحال عدمه او غبي. اما بالنسبه للطيبه كنقولوا خبز ربي في طبقه. ولما تقولوا فاضت خبزته يعني ايش فاضت خبزته؟ يعني رزقه كثار تبارك الله، كيكون رزقه يعني ربي أراد به خيرا فخبزته التي كانت نحيفة صارت ما شاء الله. فاضت. الله على الجو المغربي. ولد العاصمة والله العظيم أنا مكيف اليوم، مكيف على الخصوصيات المغربية. إيه أنا سأخرجك قليلا من الجو المغربي. ذكرت قطار الحجاز، فقط كلمة أخي محمد، ذكرت قطار الحجاز. هل تعلم بأن السلطان المغربي ساهم في هذا القطار بالأموال، وأن الأسر المغربية قدمت أموالها في مشروع قطار الحجاز لربط دمشق؟ يا رجل لا تخرطوا علينا يا أخي، لا أقسم تخرطوا بالله علينا. لدينا وثيقة يا رجل من الأرشيف، رسالة السلطان المغربي إلى السلطان عبد الحميد يقول له بأننا نقدم لكم الدعم وجمع تبرعات من الأسر المغربية بأسمائها وعدد يعني هذه الأموال التي أرثت والأحصنة، لأن هذا المشروع يساهم في تسهيل حج بيت الله. أنا أقول لك وثيقة وتقول لي لا تزايد علينا؟ تظني جزائري يعني نجيب يفهم وقول؟ هذه مؤكدة. أنا أؤكد ما قاله الأخ سعد، هذه مؤكدة عندي، مؤكدة. راني حاطه ديالي لتحت قديم كاينه هذه المعلومه. وأنت عندي خلاص، أنا صدقتكم خلاص. يعني ما صدقتني حتى شهدوا لي. ما صدقك إلا بشهادة اثنين، رجل وامرأة. طيب أنا قبلتها منك، لكن شوف أسعد، مسألة مهمة مرت في اللايف القادم. عندي سؤال يا ولد العاصمة، عندي سؤال لا قبل أن تسأل الأخ في اللايف القادم قال مغالطة، قال أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هنا تدري مدى تغلغل الفكر الشيعي في الجزائر. قال لك حينما كان علي بن أبي طالب يناظر معاوية قال لابن عباس، قال لهم ناظروه بالقرآن فإنه لا تناظر بالقرآن فهو حمال أوجه، وهذا غلط. من تقصد هذاك عريقات حسان؟ لا الآخر، أعتقد الآخر الذي كان مع الجزائري الثاني، الذي البومليبي. لا ليس البوم، الجزائري الثاني، كانوا اثنين هما، كان حسان وكان واحد ثاني الذي قال هذه فرية، لأن علي بن أبي طالب ناظر الخوارج ولم يناظر معاوية رضي الله عنه وأرضاه. لكن نعم. لأن الشيعة أنا انتبهت لها في التسجيل، أعدت سماعه، وجدت الرجل يقول أن علي كان يناظر معاوية، وهذا غلط، لأن الشيعة يطعنون في معاوية ويكرهونه ويسبونه. المناظرة كانت مع الخوارج وأرسل لها ابن عباس. هذه نقطة ثانية أخي سعد، والله العظيم كتبتها ولكن قاطعتني. مسألة البيعة، يقول الله عز وجل يا أيها النبي إذ جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين في معروف فبايعهن والسن إن الله كان غفورا رحيما. الآية في سورة الممتحنة. تفضل أخي يا سعد. يعني ما هو عندكم لا تبايع، لكن ليس هذا أنه حرام أو شيء. لا ليس حرام، ربما في المغرب عندنا لا تبايع المرأة، لكن في
الاسلام ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان حتى أيوة. المرأة أيوة نعم أشكرك. أخرتك أخي محمد، تفضل. الأخي سعد، هل واضح كيف حال؟ بارك الله فيك أخي أسعد. أخي أسعد، ربما في إطار الحديث عن الخبز يقال أنت بخبيزتك، يعني أنت إنسان لست بالسهل. الحقيقة كيف يقولها؟ نقول أنت بخبيزتك، أنت بخبيزتك، يعني أنت إنسان لست بالسهل. الله أكبر، لست الله إنسانا يكبر هينا. خبزتي، الله يكبر خبزتي، الله يكبر خبزتي، وفي قولوا الحقيقة- آمين. امين. وفي الحقيقه حتى مساله الخبز كما تحدث الاخوه، يعني هي ليست فقط يعني انك ما ترميش الخبز مع الازبال او انك تضغط على الخبز برجليك، هذه فقط ليست زعما يعني نقولوا تربيه، وانما هي عقيده. يعني لما تفعل ذلك تحس بذنب شديد، يعني عقيده نؤمن بها، يعني ليست فقط مجرد ربما معلومات فكره. جديدة والله العظيم. ولكن حتى في اطار ربما لم يذكروا الاخوه قضيه الاسماء. نحن عندنا في الاسماء اكثريه هم اسماء الانبياء وعمراء، يعني أيوة. يعني وابناء النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق صح. محمد وعلي وفاطمه وعمر أيوة. يعني اسماء نتشبث كثيرا بهذه الاسماء. وربما انا اقول لك يعني ثلثي الساكنه او اكثر، يعني اسماءهم اسماء متشبثه ببيت محمد. النبي صلى الله عليه وسلم. محمد، أيوة نعم. هذه الأخ أشار إلى موضوع أيضا من خصوصيات المغاربة فعلا، مسألة أسلمة الأسماء. أنا أكثر بلد فيه اسمه عائشة تقريبا المغرب وخديجة، هذول الثنتين تحديدا، هذول الثنتين تحديدا. خديجة كم معنا هنا في اللايف اسمهن خديجة واللي اسمهن عائشة يسجلين هنا أسمائهن. كم المغرب. السلام عليكم يا أختي كيف الحال؟ أنا فاطمة الزهراء من المغرب. السلام عليكم يا أختي كيف الحال؟ أنا خديجة من المغرب. النص خديجة والنص عائشة ما شاء الله. فاطمة الزهراء وخديجة وعائشة، هذا الثلاثة الأسماء. نعم هذا الثلاثة الأسماء. ملاحظة رائعة من محمد. نعم، بل أكثر من ذلك نحارب الأسماء الجديدة، يعني في ربما تقليد مع الأسف في الآونة الأخيرة بعض يعني المواطنين المغاربة يسمون أسماء أبنائهم بأسماء ربما حديثة أو يعني أجنبية، لا أعلم، نرجيس وغير ذلك من أسماء، ويعني ينقتون أغلب العائلات والمغاربة ينقتون مثل هذه الأسماء. وربما من نقتدي بهذا الفعل هو القصر الملكي. تصور معي يا أخي أسعد أن جميع الأمراء اكتبوا اسماءكم في التعليقات. المغاربه اسالكم بالله كل واحد يكتب اسمه او اسم ابوه او اسم واحد من عائلته، كي تشوفوا كيف الاسماء فعلا كلها راقيه تاريخيه. ايوه حتى الامراء يا اخي اسعد، ان مولاي احمد ابن مولاي رشيد اسمه ابن مولاي احمد، مولاي عبد السلام، عائشه ابنه الملك محمد السادس، حسن ابن الملك محمد السادس ولي العهد، يعني كلهم اسماء الامراء كذلك عبر التاريخ اسماء يعني مرتبطه بالبيت الشريف. هذا فقط كقوس فتحته على كل حال فيما يتعلق بالاسماء. من اجمل الابواب. لحظه ماذا عن اسماء الرجال؟ ما عينك اسعد راه اسم خديجه اللي ما عندوش اسم خديجه في المغرب يكتبوا في الحيط. عندنا هذا مثل سائر، لا اقسم لك بالله اللي ما عندوش اسم خديجه في الدار يكتبوا في الحيط. هذا يا ربي يا مقولة ربي. تكرر والله العظيم. الله لا لاحظت فعلا، لاحظت اسم خديجة وفاطمة وخديجة وعائشة وفاطمة وزينب النبي، زوجات النبي وبناته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. أكمل يا أخي محمد، أنت أشرت إلى حاجة جميلة جدا. نعم، وهذا طبيعي لأن كما قلت تشبث المغاربة يعني أنتم ما عندكم شو بو رقبة بو بقرة بو راس بو حمارة، ماشي شو ما عندكم شوشة أنتم؟ ما فيش لا أبدا يا أخي أسعد. لا ما فيش. كما قلت حب المغاربة يعني للبيت الشريف يجعلون أن تلك الأسماء يعني يقتدون بتلك الأسماء، ربما تمنيا أن يكون ذلك الطفل أو تلك الطفلة يعني بأخلاق أبناء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذه الفكرة التي عند جل المغاربة، وحتى في القانون المغرب يحدد هنالك، يعني ما دام تحدثت عن شوشع وبورقبة وغير ذلك، المغرب يحدد أسماء في القانون معينة لا يمكن للمغاربة أن يسموا غيرها. يعني إذا ذهبت أن تسمي اسما ربما
مختلفة أو اسم غريب جدا يعني لا يقبل لك من طرف السلطات. هذا فقط. يعني الأسماء يعني هي يعني في اسماء ممنوعه عندكم في المغرب ان يتسمى بها الانسان. نعم، ليست هنالك حرية مطلقة في التسمية، أن تسمي ما شئت أبنائك، ليس يعني هنالك اذا حرية. انت لكن اذا ولد العاصمه ان شاء الله تزوج وانجب ولدا وسماه تبون وراح يسجله في الاحوال المدنيه يقبلوه؟ كما قلت لك، إذا كان اسما غريبا أو ربما خارج عن الثقافة المغربية لن يقبل في غالب. يعني ربما حتى هناك نقاش في بعض الأسماء الأمازيغية لا تقبل، وهذا نقاش يقال يعني لماذا لا يقبلونها أو يقبلونها. على كل حال إذا كان عندها فيها معنى معيب شيئا ما أو ربما غريب عن الثقافة المغربية قد لا يقبل يعني. وهناك نزاعات حتى على مستوى القضاء في مثل هذه الأمور، في التسميات. الله 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 الله, نعم. الله. والله ملاحظة أيضا عجيبة جدا على الأسماء. ولا نعم. الأسماء المستحدثة الآن بدأت تغزو عليكم مثل المهرة. بالله عليك إيش من مهرة؟ شنو بطيخ بمهرة وبطيخ يعني؟ لا، مهرة مهرة اسم مستحدث. لا، مهرة ليس اسم إصدار مهرة، لا لغة أعتقد. عربية فصحى كناية عن لا الفعل. لا, نعم. لا. لا، ما دخلوها بالاسم. يعني هذا لقب ماشي اسم. مهم. يا لا المهرة ما اختاري لك اسم آخر، حفصة بنت أبي طالب ولا حاجة هكذا حلوة، تكوني اسم فيه تاريخ وفيه إسلام. عموما إن شاء الله ولد العاصمة يسمي ابنه شنقريحة ويقبلوه إن شاء الله في الأحوال المدنية ديال المغرب بإذن الله. أكملي أخي محمد. أخي أسعد، ربما سأتحدث عن الاستثناء في زاوية أخرى ربما مغايرة، اللي هي ما يسمى بالدبلوماسية المغربية، استثناء الدبلوماسية المغربية. وربما سأربطه في هذا الإطار بالموضوع اللي هو ترند طبعا في العالم اليوم، وما يحدث في غزة مع الأسف، نسأل الله سبحانه وتعالى إليهم السلامة. وبالتالي سأتحدث في علاقته بالتطبيع في المغرب، ولن أذكر ربما مصطلحات تسقط اللايف أخي سعد، يعني كن مطمئن. أحسن. لأن مع الأسف الإخوة الجزائريين، وكما قال المحاور أو المتحدث الأول، قال بأن ما أكثر شيء يعني جعلنا نكره المغاربة، ويقول يعني نكره المغاربة، يعني ربما لم يستثني حتى المغاربة والسلطات، ربما تحدث عن المغاربة، هو التطبيع. في حين أن رئيسهم عبد المجيد تبون في حملته الانتخابية كان يهاجم المغاربة حتى قبل أن يكون رئيسا للجزائر. فكيف له الآن أن يقول أن تطبيع العلاقات الذي جاء ربما في 2020 أو 2021 بأنه علاقة هذا الكره وهذا العداء علاقته بالتطبيع، وهذا غير صحيح. وربما حتى في حملات الانتخابية اليوم يا أخي أسعد ستجد جميع يعني المترشحين الذين هم فقط 3 مترشحين ربما كما يقال، أرانب سباق فقط، يعني الناجح هو معروف على كل حال. ولكن في حملة انتخابية ستجدهم بالضرورة يهاجمون المغرب، لأنهم يعلمون بأن لكي يفوزوا بالانتخابات لا بد لهم أن يبينوا وأن يؤكدوا بأنهم يكرهون المغرب. مع الأسف هذه عقيدة مقرصة لدى. هذه ضروري. نعم. وإلا لن يكون الجزائر. رئيس الجزائر، لن يكون رئيس الجزائر أبدا. صحيح. أخي محمد، لذلك أقول أنا أكمل. لا فقط أود فقط أن أتحدث عن مراحل إعادة هذه العلاقات، وسأقف عند كل مرحلة ونلاحظ الاستثناء الدبلوماسية المغربية في هذا الموضوع. أود أن أظهر لك الاستثناء في إعادة هذه العلاقات. البداية كانت مع إعلان دونالد ترامب في اتصال ملكي مع الملك محمد السادس بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعترف يعني بمغربية الصحراء وتفتح قنصلية وما إلى ذلك، وكذلك نوه بإعادة العلاقات مع إسرائيل على كل حال. لكن الملك أكد لدونالد ترامب اللي هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة في العالم بأننا لن يكون هذا الاعتراف يعني على حساب القضية الفلسطينية، يعني أكدها له في نفس اللقاء. وهذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني أنه عندما أنهى مكالمته مع دونالد ترامب يعني اتصل مباشرة بمحمود عباس الرئيس الفلسطيني، لأننا نحن يا أخ أسعد نعترف بالدولة الفلسطينية. حماس وفتح وغيرها هذه ربما شأن داخلي فلسطيني، صحيح أننا نثمن ما يفعلونه للدفاع عن أرضهم على كل حال، ولكن نحن نتعامل مع الدولة، نعترف بالدولة الفلسطينية. ربما حتى لو هذه الدولة الفلسطينية أرادت أن تندمج مع إسرائيل ويكونوا دولة واحدة، ف يعني هم يتمتعون بالاستقلالية وربما لهم السيادة في ذلك.
ما عدا بيت المقدس يعني يسمح للمسلمين عبر العالم أن يزوروه، ولكن إذا أرادوا الاندماج مع اليهود فذلك حقهم، لأن كما قلت لهم السيادة. ولكن كما قلت لك عندما تحدث مع محمود عباس يعني عبر له بأنه لن يتخلى عن القضية الفلسطينية، وهذا الاستثناء الثاني. الاستثناء الثالث فيما يتعلق بهنية رحمه الله، أنه بعد أسبوع الحزب العدالة والتنمية الذي كان يحكم ويرأس الحكومة المغربية قام باستضافة هنية رحمه الله وقادة حماس في المغرب بعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأنت تعرف يا أخ سعد ماذا تعني حماس بالنسبة لإسرائيل. وهذا الاستثناء الثالث يعني ربما لو كان كما يقول الإخوة الجزائريين مع الأسف بأننا يعني تتحكم فينا إسرائيل، وأن إسرائيل يعني تسير الدولة، وأن لا أعلم، لو كان الأمر حقيقة لما سمحوا بأن تستضاف حماس في المغرب. ولم يكتفي الملك محمد السادس بذلك، بل قام بتنظيم مأدبة غداء على شرف قيادة حماس. وهذا المأدبة وهذا التقليد لا يفعل إلا لكبار الضيوف في المغرب، يعني ليس كل ضيف أتى المغرب الملك يقدم على أن ينظم له يعني مأدبة غداء. وهذا الاستثناء الرابع. اشكرك. ثم بعد ذلك والأخير يكفي يعني ربما هي استثناءات كثيرة، حتى استثناءات كثيرة ربما أتحدث عنها حتى فيما يتعلق. تفضل أخي سعد، تفضل. أريد أوزعها بين الآخر حتى لا تأخذ أنت كل الاستثناءات، فلا يبقى للإخوة أي شيء. طيب أنا أشكرك أنت أخي محمد. أردت أن أوضح لك يا أخي أسعد، ربما هي استثناءات كثيرة، ولكن ربما حتى في المواقف المحرجة والمواقف ربما اللي فيها مواضيع حساسة مثلا بمثل القضية الفلسطينية، المغرب يبرهن دائما بأنه استثناء. وعلى كل حال لن أطيل، وأتمنى أخي أسعد أن تعطيني فرص أخرى للحديث يعني وأن تطلعني. أبشر. راسلني في الخاص، راسلني في الخاص، أريد أن أسألك بعض الأسئلة عن دكالة وما حوالي الجديدة إن شاء الله. راسلني في الخاص إن شاء الله. الإخوة الجزائريين، الإخوة الجزائريين عندي رأي. أكمل الإخوة المغاربة ثم أنزلهم جميعا وأطلعكم أنتم كلكم، والله يعيني بعدين، أطلعكم أنتم كلكم تحدثوننا عن خصوصياتكم والاستثناءات التي لكم إن شاء الله. خلوني أكمل فليتوكس والشمالي، ثم نودع الإخوة المغاربة ونطلعكم كلكم أنتم تأخذوا راحتكم بقية اللايف. صافي إن شاء الله صافي. تفضل يا فليتوكس. السلام عليكم. مرحبا. الأخ أسعد، أنا غنقول لك بعض الخصوصيات ديال المغاربة، ولكن قبل ما الإخوان تكلموا عن الخبز أنا سأتكلم عن الشاي. هذا قارين المغاربة والمشروب السحري للمغاربة. متى دخل المغرب الشاي يا أخ أسعد؟ وسأقول هذاك أرجوزة للأخ، أعرف أن رجل وكفى يحب الشعر. هو دخل في القرن 17، دخل في عهد السلطان مولاي إسماعيل، وأحبه المغاربة أيما حب. أصبح هو مشروب الرسمي للسلطان. وقعت فتاوي فقهيه حول الشاي وحول البن. هذه الامور كنت قراتها في كتاب. لكن الشاي يا اخ اسعد لما دخل الى المغاربه احبه المغاربه كثيرا، الى درجه ان احد الشعراء الفاسيين قال واحد الارجوزه جميله جدا لا يعرفها كثير من المغاربه. ماذا قال في الشاي؟ قال: وان صب في كاساته مذهبه على صفا صينيه ملتهبه، تطاير الهم لديه وانشرح صدر الذي يشربه من الفرح، وشربه بعد الضأن مشوية يفتح للشهية ألف شأن، وشربه بعد الكباب يفتح للشهية ألف باب. هذه قيلت لما دخل. والذي لا يعرفه المغاربة أن أحد السفراء المغاربة كان في بريطانيا، لأن التجار الأنجليز هم الذين أدخلوا الشاي للمغرب. لما كان في بريطانيا طلب أحد السفراء المغاربة طلب من احد الانجليز ان يصنع له، يعني نقول نحن سيرفيس، يعني اللوازم التي يصنع فيها الشاي. فصنع هذا البراد الذي يسميه المغاربه الان نحله، هو صناعه انجليزيه، ولكن المغاربه تبنوه وطوروه ولا زال يصنع حتى اليوم في المدن التاريخيه مثل فاس ومكناس وسلا. لا زال يصنع مثل هذه الامور لا زالت تصنع. اما الاخ الاسعد هو الاستثناء. هو انا من كوارث القوميه العربيه انهم جاءوا بالمغربي مع اليمني مع الجزائري مع التونسي مع الشنقيطي مع وداء، وعملوهم في خلاط واحد وضربوا الخلاط. المغاربه يا اخي اسعد لا يشبهون اي احد.
لا نشبه لا مصري ولا جزائري ولا المغاربة ظلوا هم كما قال أحد المفكرين المغاربة يسمى العروي وهو معروف، قال بأن المغرب دائما كان جزيرة معزولة، وهو صادق. نحن كنا نقاوم مثلا، ونحن ظلمنا كثيرا، حتى لما نتكلم عن الحروب الصليبية تتكلمون عن الحروب الصليبية التي دارت طرحها في القدس، والمغاربة شاركوا فيها، لكن المغاربة ظلوا ل1000 سنة وهم يقاومون المد الصليبي. كنا لوحدنا ما يقع اليوم في غزة يا أخ أسعد نحن وقع لنا، كنا دائما تحت الحصار، كنا دائما تحت القصف، كنا دائما تحت الحروب مع الصليبيين، لدرجة أن مجتمعات أوروبا بأكملها وجاءت إلى المغرب لكي تنال منه في موقعة هذه المخازن. وتآمر حتى الأتراك يا أخ سعد، يقول أن السلطان ما لا تعرفه أن السلطان المغربي توفي في الخيمة يوم المعركة. يقال بأن الأتراك هم الذين سمموه. لهذا المغاربة لديهم بعض الحساسية من الأتراك. لا، ما يقع في غزة يا أخ سعد نحن عشناه، قصفت المدن. لما هؤلاء الجيران الذين يقول بأننا بعناهم يا أخي أسعد، نحن بقينا نواجه فرنسا حتى قصفت الصويرة وقصفت طنجة وقصفت الدار البيضاء قصفت في 8 و12 غشت، فقدنا أكثر من 5000 قتيل، وكان بأيادي جزائرية كانوا يسمون الصبيحي مع السنغاليين. والآن نسب نحن، لا أعرف لهذا. أنا أخ أسعد، أنا كمغربي أقول أنا لا أشبه لا يماني ولا جزائري ولا فلسطيني، أنا كمغربي لدي خصوصياتي، لا في الفلاحة ولا في الأكل ولا في الشرب، لا يشبهني أحد. وأنا أقول حتى للمغاربة يا أخ أسعد أن هذه الكوارث جرت علينا كوارث. سأقول لك كيف. مثلا يا أخي، المغاربة كنا نشاهد الأفلام فنقول بأن كنا نرى أن من يأتي من الشرق من عندكم كنبي، لكن يا أخ سعد أنتم مثلا أباطرة في النصب على المغاربة. مثلا سأقول لك شيئا، عيد العبارة الأخيرة. كنا نرى من يأتي من الشرق أنهم كانوا مثل الأنبياء، لدرجة أن المغربيات مثلا تزوجنا من مصريين الآن يعانون، تم سرقة أموالهم. أنا أعرف مغربية في بلجيكا سرق لها مصري، نصب عليها بكلامهم الحلو بحبك وذاك الكلام الفارغ، سرق 300,000 دولار. واحدة سرقت 3 ملايين يورو. أقسم لك بالله يا أخ سعد، واحدة في فرنسا. أنا أقول للمغاربة نحن لا نشبه لا مصري، مع احترامي للإخوة المصريين، سيرتو المغربيات، لأنهم وقعنا في شرك هذا الكلام الحلو للمصريين والسوريين، ونحن لا نشبههم. أنا عاشرت السوريين يا أخ سعد، والله لا يشبهون المغاربة، لا طيبة المغاربة ولا كرم المغاربة ولا شهامة المغاربة. يا أخي مع الاحترام، أنا لا أنتقص من أي أحد، لكل خصوصياته. قل الشرق وكفى، لا تسمي فضلا، لا تسمي. شكرا أخي. حاضر أخي. لا هذه، لأن هذه يعني أنا يعني، لكن لحظة أمامي يا يعني رجل. أوكي تمام. لا حالات النصب موجودة هنا في بريطانيا، موجودة. لحظة، وللأسف الضحايا أكثرهم مغاربة للأسف شديد، رغم أنهم من أذكى خلق الله، لكن ما أدري كيف يتم الضحك عليهم. يا أخ أسعد، نحن قديما قيل كان المغاربة يدرسون في القرويين، وأنا أعرف رجل درس في القرويين مع التوانسة ومع الناس. أنا سأقول هذا، ربما رجل وكفى سيغضب مني قليلا. كانوا ماذا يقولون؟ قالوا الله ينجيك من حمق، الله ينجيك من بخل التوانسة ومن كفر الجزائريين ومن حمق المغاربة. كانوا يقولونها في القرويين هذه. الله ينجيك المغربي يا أخي أسعد، إذا أحبك أدخلك إلى منزله وأعطاك أغلى ما يملك. اصبر، عيد. الله ينجيك من ماذا؟ الله ينجيك من بخل التوانسة. التونسيين كانوا يقولوا عليه بخل. أنا يقولون، أنا لا أوافق. ومن كفر الجزائريين ومن حمق المغاربة. ماشي هكاك، لا ما كايناش هاد الهضره، ماشي هكاك. تيقول أختي ديال السوادين والحلنجيه ديال المصريين اختي المهرة. عفوا اختي المهرة، انا اعرف السيد ولا زال حيا، وهو يملك مكتبه في الرباط، هو الذي حكى لي، وكان يدرس مع التونسيين، هو كان يدرس في القرويين يا اختي. انا لا اعرف المثل الاخر الذي ستقول. طيب لحظه، بخل التوانسه وكفر الجزائريين، ايوه، وحمق المغاربه. إذا أحبك، يعني إذا أحبك بصدق أدخلك إلى منزله وأعطاك أغلى ما يملك وأجلسك في المكان الجميل في بيته. لهذا قالوا حمق المغاربة. المغاربة يا أخي كما نقول نحن النية،
وهذه هي سببت لنا مشاكل وخصوصا المغربيات يا اخ سعد. اصبح مثلا ياتي الفلسطينيين المشارقه يتزوجون من المغاربه وهناك كوارث. انا اعرف اخ اسعد 17 مغربيه تم قتلهن في السويد من طرف سوريين شيعة. لا تفصل اقسم يا لك بالله يا اخ لا اسعد. تفصل يا أخي، لا يا اخ، هذه أمور تتعلق بسمعة الدولة والشعب، لا تدخل في الخصوصيات. أخي أنا أعرف حالات خاصة. كيف ماذا سأقول؟ أنا سأظلم البقية. حالات خاصة لا تهمنا. نحن أرجوك بكل المحبة والتقدير، وأنا أعرف أنك رجل حكيم ورجل هادئ ما شاء الله. أنا حاضر أخي أنا لن أدخل في هذا النقاش. أنا ما كنت أريد أن أقوله هو أننا نختلف عن الناس وعن المغاربة. طيب يا فليتوكس، لا يا أخ أسعد أنا يا أخي أنا خايف إنك تجيب الربحة يا صاحبي. لا ما نجيب لا بحلوان ولا اخاف من احد. انا اقول ما افكر فيه. انا ما عندي عداوه مع احد، ولا ادخل في عداوات، ولا ادخل في مشاحنات التيك توك، وحتى تلك المماحكات التي توجد بين الاخوه للاسف انا لا ادخل فيها. انا على الخلافه العثمانيه يا اخ سعد المغاربه طيب لحظه لو سمحت اصبر هنا. اصوب انا بعض المفاهيم. يعني انت قلت في البدايه ما ادري كيف جمال عبد الناصر جاب اليمني على المصري وجاب الخلاط وخلطنا واصبحنا شيء واحد. نعم، هم لما نسمع العرب كنا نظن، انا شخصيا كنت اظن ان اليمني يشبه التونسي والتونسي يشبه المغربي، وهذا خطأ. المغربي لم يكن يوما ما متصل بالشرق. المغربي كان لوحده، كان جزيرة، كان يدافع عن الجناح الغربي للأمة. اصبر سد المايك. اي ما بالعكس، يعني مثل ما على الكلام يا سعد بالمناسبة لا أوافق عليه، مع احترامي للأخ لا أوافق عليه. تحياتي. هو كلام مغلوط. يعني جاب اليمني وجاب المصري وجاب العراقي وخلطهم بالخلاط. يا أخي لا، اليمني أنا أقول لك، أنا أستطيع أن أقول لك تحديدا اليمني لا يشبهه أحد. والله لو تطلع المريخ ما تجيب واحد نسخة مثل اليمني. هي ليست ميزة أنه لا يشبهكم أحد. هو كل شعب سيقول عن نفسه نفس الشيء، لكن أنت عندما تأتي وتقول لي لا يشبهني أحد، بين في ما هي خصوصياتك التي تميزت بها عن الغير، كما فعل ولد العاصمة، كما فعل رجل وكفى، كما فعلت المورة. ذكروا خصوصيات مثل هذه، مثلا لا ترمى الخبز في الزبالة. هذه خصوصية، احنا نرميه. احنا بقية الأكل نأخذ الأكل كله بما فيه الخبز ونرميه. أنا أستطيع أما المغاربة لا يشبهون المغاربة أصلا. لا يوجد هناك مفهوم مغربي. الريفي لا يشبه الصحراوي، ولا المراكشي يشبه الوجدي. حتى المغربي لا يشبه المغربي، والمغاربة لا يشبهون المغاربة أصلا. فأنا لا أريد أن تعتبروك هكذا. الذي بيسمعك الآن سيتخيل أن أنتم جلستوا في بطون أمهاتكم 12 شهر وإحنا عيال 9. إحنا عيال 9 كلنا. لا ممكن عيال 9 كلنا. لا تفضل. هذا يا أخ سعد. لا أقصد هذا. أنا سأقول لك شيء. لا أنت شوف عفوا يا ولد عفوا يا رجل وكذا يا فليتوكس. أنت أطلقتها هكذا، أطلقت الكلام على عواهنه، ما ميزت. أنا أعرف أنه لا يشبهكم أحد في أمور معينة، 1 2 3. أنت لم تذكر شيء. الجماعة عندما يعني لحظة تدين المغربي والتدين اليمني مثلا. أرجوك الدين أنتم تعبدوا. إحنا ما كنا بنعبد الله والقبلة نفس القبلة والقرآن نفس القرآن، ولا معك إسلام مغربي وإحنا إسلام يمني. إيش التدين يعني؟ إيش التدين؟ طبعا تفضل. أولا تحية مرة أخرى، ونحاول نهدئ الأجواء. لعل الأخ فليتوكس يعني هو نيته طيبة، ولكنه يعني أنا أوافق أسعد أنه هناك شيء من المبالغة من حيث لم يقصد فليتوكس. لهذا رفضت أنا شخصيا كلمة استثناء، وذكرت التميز التونسي والتميز المصري والتميز اليمني. هناك خصوصيات لكل شعب. أيه. نحن لسنا كما قلت عندنا 12 شهر في
في كروش امهاتنا، واللي قال هذا هو عبيط، يعني لا نكلمه. هذا عبط، هذا عبط، هذه تفاهه. لا، لكل شعب خصوصياته. السؤال هنا هي ما هي خصوصيات المغرب بالضبط. التي إن ذكرناها فإننا لا نقدح في خصوصيات الآخرين. الله هذا عليك هو نور، عليك نور، وهذا هذا الذي هو نقول. الأمر. ما لا فليتوكس طلع نحن لا يشبهنا أحد، لا هو لم نحن يقصد، مختلفين، لا نحن هو لم كوكب، يقصد، لا نحن هو أش فيك، صلى على رسول الله. لم اش يقصد، انت كوكب ربما لم يقصد. على هو راسك ريجة. في المغرب لا هناك أقصد، أنا أقصد لا، أنا لا يشبهني، لا نشبه لا، بعضنا أنت البعض. مخطئ إذا فليتوكس، أنت مخطئ إذا، أنت مخطئ. منك أنت رجل مخطئ. وكفى، أنا أعتذر، ولكن هذه رؤيتي أنا. حتى فأنت لما حر. يقولها مفكر كبير، لما يقول حر. بالله عليك، في ماذا يشبهني مثلا السيد أسعد، مع احترامي له لا للشعب لا اليمني؟ لا كيف لا في ماذا يشبهك؟ يشبهني في في مثلا؟ في في ماذا نختلف؟ لحظة 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 لا نختلف. اتركني لحظة. اجيبه، اتركني يا أخي اجيبه لحظة برك. لا لحظة. أنا أجيبك يا أخ أسعد. اخي فليتوكس، اخي فيما فليتوكس. لحظة يا أخي، لو سمحتوا أنا بعطيك يا ولد العاصمة، بعطيك. أنت قل لي في ماذا نختلف؟ إيش عندك يا أخي أنت؟ أسعد، لحظة يا أخي، لحظة أرجوك ركز على كلامي ورد على الكلام بكذا. ما الذي يجمعك؟ بيقول لي ما الذي أنت تتميز به عني مثلا؟ ماذا تختلف عني أنت؟ إيش معك؟ إيش معك زيادة؟ غير اللغة والدين يا أخ أسعد. هل لبسنا هو لبس اليمنيين؟ هل أكلنا هو يا أكل أخي اليمني؟ كل واحد له لبسه. لا يا أخ أسعد، لا، هذه خصوصيات، هذه مهمة. هذه خصوصياتك وخصوصياتي. إيه؟ هل تاريخ المغرب هو تاريخ اليمن؟ انا لابس لبسك المغربي. جات زوينه معاك. ما المشكله؟ حتى انا نقدر طيب نلبس اليمني، ولكن اليمني يبقى. لا يا اخ اسعد، لا والله العظيم ما ادري انت. يا اخ اسعد، انا متمسك بفكرتي. انا شوف، لكل بلد خصوصياته، وكل دوله قطر. انا متمسك بهذا شوف. طيب لحظه انا والله يا اخي بعطيك يا اخي لحظه، الله يرحم والديك، انا ساعطيك فرصه اخيره قبل ان اعطي ولد العاصمه. شوف، لا تقول لي لبس ولا تقول لي اكل، لانه كل بلد له حقه. حتى قلت لك حتى المغرب نفسه لا يتفق لا في لبس ولا في اكل. انا الاكل الذي اكلته في بوجدور ليس نفس الاكل الذي اكله في المضيق، ولبس اولئك هناك ليس لبس اولئك هناك. طيب من الصح فيكم؟ من هو المغربي القح من هؤلاء المغاربه؟ لحظه يا اخي، لحظه، خليني اوصل لك الفكره. الله يرحم لك الوالدين يا فليتو يا اخي. طاب نشفت ريقي والله اليوم، كانك عقليه تبوني، سامحني، كاني اتكلم مع شوشع. اسمع كلمه، انا مثل ما قال لك رجل وكفى. دعك من اللبس كل بلد له خصوصيته ويفتخر به. والله الخليجي يحب حق الشماق والعقال، واليمني يحب حق الخنجر، والمغربي يحب حق الطربوش، والجزائري يحب حق هذاك الخرج حق عمي تبون اللي كانوا يركبوا فوق لا، هذه الاخيره ما صدقت يا اسعد. الجزائري ما يحب شيء في ما يحب شيء، ما عنده ما عنده. شوف يا فليتوكس، انا ساضع لك السؤال بطريقه واضحه بحيث انك ما عاد تستطيع تهرب. دعك من اللبس، ودعك من التراث، ودعك من الشيء. اذكر لي الاشياء التي تمتاز بها انت ولا توجد عند غيرك، وبشرط انه هذا لا ينتقص غيرك. كما ضربت لك امثله، انا ضربت لك امثله. مثلا التسميات عندكم خصوصيه، تشبثكم بالاسماء النبويه وزوجات النبي وبنات النبي اعظم من اي شعب. خصوصيه مغربيه، هذه خصوصيه. أنه يقول لك رجل وكفى أن الفلاح المغربي يخلع نعليه عندما يدخل إلى مكان الحصاد أو إلى مكان هذا، خصوصية مغربية. عندما يقول لك المغربي لا يرمي الخبز في الزبالة، خصوصية مغربية. عندك إضافة في هذه الخصوصيات، تفضل. أما جيت تقول لي أنا كوكب وحدي، وأنا الكوكب الدري، وأنا لا يشبهني أحد. إيش فيك يا أخي؟ كلنا خرجنا عيال 9، كلنا نعبد نفس الرب ونفس الدين ونفس القرآن ونفس القبلة. ايش فيك يا اخي؟ على ايش فيك يعني؟ هذا والله نعرة تبونية، حن مثل السعوديين، حن اللي ما علينا حن، واحنا الذي ما قد طلينا طن، ولا اللي جنجنا. تفضل يا حبيبي، قل لنا بماذا تمتاز انت؟ ما هي خصوصياتك؟
الذي لا يملكها الآخرين. وتفضل يا فليتوكس.